السلام عليكم حبيباتي. اليوم حضرت معاكم طاجين الحلو، وماشي أي طاجين. هذا الطاجين درته برقوق، أنا شخصيا جففته بيدي لرمضان. اللي تابع القناة أكيد شاف الفيديو اللي نشرت فيه طريقة التجفيف، وقلت لكم راح نستعمله في أحلى طاجين حلو لرمضان الكريم. واليوم جاء الوقت باه نشوفوا النتيجة. نبدأ بالمكونات. عندي كمية من البرقوق المجفف، أنا كنت جففته وحطيته في المجمد. عندي زبيب، مشماش، تفاح كنت قشرته وعصرت عليه القارص به ما يكحليش. عندي عود قرفة ونجمة الأرض. تقدروا تزيدوا كذلك القرنفل للناس اللي تحبوا. كما راكم تشوفوا في الفيديو، هذه هي العين اللي كنت جففتها. نبداو بطريقة التحضير. أولا عندي كيلة من الفواكه المجففة، حطيت كمية من المشماش، راح نضيف عليها الزبيب والبرقوق. لازم نفس كمية الفواكه المجففة هي كمية السكر، تقابلها كيلتين من الماء. نعاود لكم، كيلة من الفواكه المجففة، وتقدروا تزيدوا أي فواكه مجففة عندكم. أنا اكتفيت بالمشمش والزبيب والبرقوق، نتوما تقدروا تزيدوا الكيوي، الأناناس، أي فاكهة تحبوا تضيفوها، هذا راجع للرغبة تاعكم. أنا اكتفيت غير بهادو، حبيت الطبق تاعي يكون بسيط وتقليدي، حلاوتها في البساطة. بعد ما كيلت الكيلة تاعي تاع الفواكه المجففة، نروحو نبداو نحضروا الطبق تاعنا. في الطنجرة تاعي حطيت القليل من الزبدة، راح نضيف عليها عود قرفة ونجمة الأرض. القرفة راح تعطيها مذاق وريحة يهبلوا يا البنات. تقدروا تاني تزيدوا كما قلت لكم مسبقا 2 حبات ولا 3 من القرنفل. نرجع لباقي المكونات. جبت الطاوة، حطيت فيها كيلة ناقص صبع من السكر. كما راكم تشوفوا الكيلة تاع الفواكه المجففة راهي ملية مليح، بصح الكيلة تاع السكر نقص منها القليل. ضفت لها كيلتين من الماء الساخن، كنت سخنته باه نسهل عليا العملية تاع الطهي تاعو. نخلط السكر مع الماء حتى يذوب لي السكر، باه كي نحطوه يطيب ما يلصقليش في الطاوة تاعي وييبس. نضيفو المزيج تاع الماء والسكر فوق العود القرفة ونجمة الأرض اللي كنت حمصتهم في شوية زبدة، طلقوا واحد الريحة رايعة يا البنات. نخلي السكر تاعي يغلي، ونروحو نحطو الفواكه المجففة اللي كنت غسلتها ونقيتها مليح، نضيفوها للماء الساخن. أنا كنت عزلت البرقوق على المشماش والزبيب، لأنه كما تعرفوا البرقوق راح يطلق اللون تاعو ماشي كما المشماش والزبيب. ضيف إلى ذلك المشماش والزبيب تلقاهم شوية قاسيين، والبرقوق طري بزاف. هنا المدة اللي تخليو فيها المرق تاعكم يغلي 7 دقائق، ما تفوتوش 8. بعد ما يغلي نضيفوله الفواكه المجففة. كنت ضفت في الأول المشماش والزبيب فقط، العينة نخليوها هي الأخرى، لأنه ما تديش وقت كثير في الطياب. كما راكم تشوفوا هاني حطيت الزبيب والمشماش. كي يبدأ يغلي نضيفه التفاح. انا ضفت التفاح، نتوما تقدروا تستغناو عليه. قلت لكم هنا المكونات راجعه حسب الرغبه تاعكم، المهم هي الاساس تاع الطبق تاعنا المشماش والبرقوق والزبيب. اي اضافه اخرى راجعه للرغبه تاعكم. هنا بعد ما غلاولي لمده 10 دقائق، تبعوا معايا البنات الوقت باه تكون الوصفه ناجحه 100%. بعد ما غلالي المشماش والتفاح والزبيب
لمدة 10 دقائق. رحت صفيت البرقوق وضفته لباقي المكونات. نخليه يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق لا أكثر، باه البرقوق تاعنا ما يذوبش. تعرفوا البرقوق راهو طري، لازم مدة الطهي تاعو تكون محددة باه ما تفسدش معانا وتكون نتيجة مرضية. بعد ما غلالي وطفيت النار، نروح نضيفه المكون اللي راح يعطيه مذاق رائع، هو ملعقة من العسل. راح يخلي المرق تاعكم يعقد. كما راكم تشوفوا النتيجة، المرق راه يلمع، وعطاه ذوق رائع. لبنات، ضفت كذلك 2 مغارف من ماء الزهر. ماء الزهر ضروري يا البنات. انا راح لي المقطع اللي صورت فيه كي ضفت ماء الزهر. ما تنساوهش بعد ما تطفيو تروحوا تحطوا ملعقة من العسل. انا حطيت المرجان وضفت 2 إلى 3 ملاعق ماء الزهر، راح يعطيها نكهة هبال. بعد ما برد لي الطاجين تاعي، رحت جبت طبق تقديم. هنا التزيين يكون اختياري راجع للرغبة تاعكم. تقدروا تضيفوا اي حاجة حابينها نتوما، تزينوه بالشكل اللي حبيتوه. انا حبيت يكون التزيين بسيط. حطيت الفواكه تاعي كما راكم تشوفوا. تقدروا تبهيو كذلك بالجلجلانية، حبات تفاح ترمدوها في الجلجلانية، راح تعطيها طعم والشكل رايعين. وفي الأخير حبيباتي، نتمنى تعجبكم الوصفة تاع اليوم وتجربوه وتفرحوا به عائلتكم. ونحب نقول لكم رمضان كريم علينا وعليكم. ربي يدخلوا علينا بالصحة والعافية والهنا، ويجعلوا شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار. ربي يثبتنا على الدين والطاعة ويعطينا القوة باه نصوموه ونقوم حق القيام، ويكتبنا من المقبولين يا رب العالمين. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتعليق. قولوا لي واش راح يكون أول طاجين ديروه في رمضان. نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. دمتم أوفياء.